عميل بيشتكي ان العربيه بتسخن معاه. تمام. لما جينا كشفنا على العربيه لقينا في جزء كبير قوي فيه هواء. بس تعال نبص كده على حاجه صغيره ممكن لا قدر الله يا تجيب لك جوان يا اما حد ممكن يشتغلك ويقول لك العربيه فيها جوان ادام هي بتسخن. وده المعتاد اللي بنقابله في الصناعيه كتير قوي. ممكن تكون حاجه بسيطه جدا تعملها بنفسك، ولكن ممكن حد يشتغلك. تعال بص كده لما تيجي تفتح دون، تفتحه وهو بارد. ده رقم واحد. رقم اتنين، تفحصه. يعني ايه؟ يعني بص، لو لقيت منظره بالشكل دون ومقطوع وناشف، تمام، معناها ان هو هيطلع الميه ويردها في القربه بتاعت العربيه تكون زايده بالشكل ده. وكمان تيجي تبص على الميه ما تلاقيش ميه. ليه؟ لان هي بتطفح على القربه بتاعت الميه وبتفضي الميه وبالتالي بتديك تاثير العربيه بتسخن. طب المشكله فين؟ المشكله في الغطا. عايزك تبص كده على الغطا وتملي عينك. بص الغطا مشقق، وللاسف ده بيهرب الميه لان طبيعي جدا الميه دي بتسخن ودرجه حرارتها تبقى عاليه جدا، فبيكون فيها ضغط. الضغط دون بيرمي كل الميه دي تمام هنا، لان مفيش حاجه حكماها، واللي كان المفروض ان هو يحكمها او يحكم الضغط هو الغطا بتاع الريتيل. الغطا بتاع الريتيل دون بيسرب الميه في حاله واحده بس، لو في ضغط زايد قوي عند بريشر معين الصمام ده بيفتح، تمام، او بينفس تمام للميه وبيرجع الميه زياده في القربه في حاله حدوث ان في ضغط زايد في القربه. وكمان لما تكون العربيه ناقصه ميه، وهنا حصل نقص ميه، لما بتبطل العربيه وتسيبها تبرد خالص بيحصل زي فاكيوم، بيقوم صافت شويه ميه مزود نفسه. تمام. فراجع الغطا بتاع الريداتير بتاع عربيتك، لو لقيته بالمنظر ده غيره وبدله بالاصل. خليك فاكر انا نصحتك وانت براحتك.